السلام عليكم. فيديو النهاردة مهم جدا لكل الناس اللي بتربي حمام وحابة انها تحافظ على الزغاليل بتاعتها، حابة تخلي الاهالي تأكل الزغاليل كويس جدا. كلنا عارفين ان اساس الزغاليل هو التلبين اللي بيكون في الايام الاولانية ديت. كل ما كان فترة التلبين اكتر كل ما كان صحة حمامنا بعدين هتكون احسن. كل ما التلبين كان افضل كل ما الحمام كانت صحته احسن، وده طبعا كلنا بننتظر يكون احسن حاجة. زي ما حضراتكم شايفين دي الزغاليل اللي موجودة عندي، ما شاء الله تبارك الرحمن. دايما بيكون عندي الزغاليل حجم واحد. لو ركزتم معايا هنا، لو بصيتم للجوز الزغاليل هتلاقوا الزغاليل نفس الحجم وما فيش فيهم زغلول اكبر من التاني. ده ان دل على حاجة يدل على الاهتمام بالاهالي قبل ما بهتم بالزغاليل. هو ممكن الاهالي ممكن تكون فيها مشكلة، عشان كده ما بتلبنش كويس بنسبة 100%. فعشان كده رجاء من كل الناس اللي بتربي حمام، قبل ما الحمام يطلع ب7 ايام بالظبط كلنا طبعا بنكتب كده في مكان الحمام بيض امتى وميعاد خروج البيض امتى. قبل ما الحمام عندنا يطلع ب7 ايام لازم اعمل مشروبات كتيرة جدا. المشروبات ده هقولها من خلال فيديو النهاردة، هتبقى حاجات مهمة جدا لازم كلنا نعملها عشان نحسن مستوى الهضم عند الأهالي. كل ما زادت مستوى تحسين الهضم كل ما كانت التلبينة مدتها أطول، وكل ما كان جوف الحمام دايما ما فيش فيه أي مشاكل. لأن لو جوف الحمام في أي نوع من أنواع المشاكل للأسف ده بيأثر على الزغاليل بتاعتنا. كل ما كانت البطن الحمام أو بطن الأهالي خالية تماما من أي نوع من أنواع الأمراض، ده برضو مهم جدا. تاني حاجة، لما يطلع عندي زغاليل لازما وده من أول يوم بنوعية عسل نظيفة أعق بق الزغاليل كده بالعسل الأسمر، وبعد كده أسيب الأهالي تأكلها. أو أمسك لو قدرت إن أنا أمسك الفرد الكبير من الأهالي وأمرر بق الزغلول لو هو زغلول أو الأهالي مش حنينة، ادهن بق الزغلول بالعسل الاسمر. اجيب اي نوع من انواع العسل الاسمر النظيفة وبين ايديا كده اعك ايديا بالراحة وامسك بق الزغلول اعكه الغمطه عسل اسود، وبعد ما لغمطه عسل اسود اسيبه للاهالي تاكله. كل ما الاهالي شافت طعم البق كويس ده حاجة مهمة جدا. من المهم ومن المشروبات المهمة جدا بعد ما بعك بق الزغاليل بالعسل الاسمر. او بعض الناس ممكن تقول لي طب ليه بعكي بالعسل الاسمر؟ قبل ما اقول لكم هعكي بالعسل الاسمر ليه، لازم تعرفوا ان ورق الكافور من افضل واحسن انواع المشروبات اللي بتقضي على اي ميكروب جوه الامعاء. طيب ايه علاقة الميكروب اللي جوه الامعاء بالتأكيل؟ ما هي الحمام لما بيكون او الاهالي لما بتكون صحتها كويسة، البطن ما فيش فيها اي تقلصات، البطن ما فيش فيها اوجاع، البطن ما فيش فيها اي نوع من انواع الميكروبات، بيبقى كده الدنيا تمام والاهالي بتبقى كويسة. كل اللي حضراتكم بتعملوه بتجيبوا شوية من ورق الكافور، وورق الكافور الناس اللي بتسأل عنه هو الورق اللي حضراتكم شايفينه ده. بجيب شوية من ورق الكافور، أنا بجيب بالظبط 7 ورقات من ورق الكافور، بغسلهم كويس جدا بمية بخل زي ما يكون بغسل خضار أنا هاكله بالظبط. بغسله كويس جدا، وبعد ما بغسله باخده عندي اغلي رتل من المية واحط ال7 ورقات في رتل من المية. ما بغليش انا اي نوع من انواع المشروبات، بغلي المية وبعد كده بغسل الورق بتاعي كويس. وبعد ما بغسله كويس جدا بحط اسفة ال7 ورقات من الكافور، يعني من 7 ل10 ورقات، واغطي عليهم واسيبهم من بالليل للصبح. وتاني يوم بالظبط ببدأ ان انا احط الاكل الحمام بتاعي اكون مجوعاه. وبعد ما احط الاكل قبل ما وبحط المية ابدأ ان انا كل الزغاليل اللي عندي وخاصة الزغاليل الصغيرة في السن ببدأ ان انا احط لهم عسل اسمر. العسل الاسمر مهم جدا، اكتر حاجة هتخلي فعلا الاهالي تأكل فترة طويلة. اما المشروب اللي انا ذكرته اكتر حاجة هتنظف الامعاء من كل الاتساخات. كل ما بطن الحمام عندنا كانت نظيفة كل ما قدر يعمل كمية من التلبين كبيرة. التلبين يا جماعة عشان الفرد الحمام يقدر يكونه بطريقة صحيحة لازم جسمه يكون مستعد لكده. من الحاجات اللي بتخلي جسم
جسم فرد الحمام يستعد للبة ويعمل تكوين لبة أكتر من رائع التوم مضاد للأكسدة، الثوم مضاد للفيروسات، الثوم يعني فيه خصائص كتيرة جدا بتخلي الأهالي بطنها نظيفة، بتخلي الأهالي مناعتها عالية، بتخلي الأهالي عندها نسبة كبيرة جدا من المضاد الحيوي الكويس عشان تخلي الأهالي صحتها كويسة. حضرتك بتجيب راس توم كبيرة، بتمسكها تقشرها بالمنظر اللي أنا عاملاه ده، وبنعملها بطريقتين اتنين. في ناس طبعا حتى حمام في سلكات، وناس مربية على السايب، الاتنين شغالين. بعد ما بقشر التوم بجيب عندي معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، اسفة المعالق دي كلها معالق صغيرة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة من بودرة الثوم وبودرة البصل. وأنا بعمل بودرة الثوم وبودرة البصل من البيت. بجيب القشر كده زي ما حضراتكم شايفين، قشر الثوم وقشر البصل لازم أن يكون بنفس النقاء اللي حضراتكم شايفينه ده. أنا بجمع كمية كبيرة من القشور سواء كان قشر الثوم أو قشر البصل، وبعد ما بجمع الكمية دي كلها ببدأ ان انا احط عندي في فرن درجة حرارة متوسطة وهادية جدا، وبدخله عندي في الفرن، وكل شوية طبعا بختبره. كل ما الاقيه اتحمص وبقى كويس بمسكه افركه كويس جدا، وبعد اما بفركه ببدأ ان انا اقلب عليها المكونات اللي انا ذكرتها دلوقتي. وفي حاجتين، اما بمسك فص الثوم اشقه نصين، والبهارات اللي انا ذكرتها بحطها في نص فص الثوم وبديه لفرد الحمام مباشر في بقه، او بمسكها هرسها كويس جدا، وبعد ما بهرسها كويس جدا بقلبها على كمية من الكلفة مش كتير. يعني مثلا انا متعودة ان انا احط الحمام بتاعي في اليوم ده 2 كيلو من الكلفة، لا بحطله نص كيلو بس. الغرض من الاكلة بتاعتي ديت او من الكلفة اللي عليها الخلطة اللي انا ذكرتها، ان انا ادي الخلطة مش ادي الكلفة. انا عاوزة الحمام يكون جعان، على قد ما تقدر جوعه فترة طويلة قبلها بيوم، وتاني يوم او قلب الحاجات اللي انا ذكرتها على الكلفة. ولازما الحمام يكون جعان صح. كل لما الحمام جاع فترة طويلة كل لما جابت معاك نتيجة فوق الرائعة. مجرد ما بتعمل المكونات اللي انا ذكرتها دي، طبعا ده بنعملها والحمام راقد على البيض، ده بتخلي بطن الحمام تنضف من اي ميكروب، ايا مكان. بتخلي الحمام دايما بطنه خالية من اي اوجاع، بتخلي الحمام عندنا بطنه خالية من اي ميكروب، وبتساعده ان هو يكون كمية من اللبة كبيرة جدا. وكل ما كانت اللبة كبيرة في الحوصلية عند الاهالي، طبعا كل ما كان ده فايدة كبيرة جدا للزغاليل بتاعتنا. بعمل الخلطة دي كم مرة في الأسبوع؟ أنا بعملها لما بيكون الحمام راقد على البيض، بصراحة مرة واتنين وتلاتة على الأقل، ما بقلش عن كده. من المشروبات اللي لازم نعملها والحمام عندي برضو راقد على البيض البابونج ده انا بسميه الساحر، بيكون اللبة بشكل اكتر من رائع. غير ان هو بيكون اللبة بسرعة في الحوصلية، بينظف الامعاء. لو لاحظتم كل المشروبات اللي انا بذكرها ليها تركيز وتأثير جدا على نظافة الأمعاء، بتخلي الأمعاء خالية من أي ميكروب، وده أكتر حاجة برضو بتخلي عندي فترة اللبة كويسة. ركزوا معايا في الحتة ديت، لأن تكوين اللبة ممكن بعض الأهالي تكون مثلا بتديه بس مش بتديه بطريقة صح. الحمامة الصح، الحمامة اللي انت تقدر تعتمد عليها ان هي تربي لك زغلول فيما بعد يكون انتاجه كويس عندك، لازم تكون عندك يقين ان هو ما يكونش متأسس بطريقة غلط. التأسيس الغلط بيجي بعد كده يتعبك انت، لكن الاساس الصح بيخليك النهاردة مرتاح وبكرة بتكون مرتاح احسن، وبعده بتيجي تبص تلاقي عندك انتاج ما بيقطعش، لان اساس فرد الحمام معمول بطريقة صح. هنا انا عملت البابونج بالظبط زي الشاي الكشري، غليت رتل من المية كامل، وبعد ما غليته غلي تمام قفلت النار عنه تماما، وبعد كده جبت معلقة صغيرة من البابونج وحطيتها في المية المغلية، ورحت مغطية وما بحاولش كل شوية اكشف اشوف البابونج بتاعي سخن ولا لسه بارد. لا، انا بعمله من بالليل، ولو حبيت يعني عملته الصبح او حاجة بختبره من بره، ما بحاولش اكشف الغطا، لان
البخار اللي بتكونوا حضراتكم شايفينه ده هو أساس أو هو الفايدة بتاعة البابونج أو الزيوت الطيارة اللي بيعتمد عليها أو اللي بتمنع التقلصات وبتمنع الأوجاع وبتمنع أي مشاكل في الأمعاء عندي. باجي تاني يوم الصبح بعد ما بفطر حمامي كويس جدا، بروح حاطاله العسل على بقه وأحط المية وأسيبه